حول النتائج العسكرية والسياسية لاشتباكات الأشرفية والشيخ محمود. أحداث الأسبوع الماضي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود أدمعت قلوب الكرد دما، وأحدثت جرحا غائرا في قلوبهم. نزح 300 ألف شخص، دمرت المنازل، أسر العشرات، واستشهد عدد لا يحصى يقدر بنحو 200 كردي، مقاتلون ومدنيون. هؤلاء الشهداء هم تاج رؤوسنا نحن الكرد، لكن القصة لا تنتهي بتمجيد الشهداء، بل يجب انتقاد المسؤولين عن هذه الأحداث والمآسي الذين تسببوا في هذه الصدمة، ليس فقط لأهالي حلب بل لعموم الكرد في كافة أجزاء كردستان، إذ كانت وراءها أخطاء وعثرات عسكرية وسياسية. فحتى عام 2024 كان من الواضح جدا أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا القوى الغربية لا ترغب في وجود إدارة كردية في حلب. في الجانب الآخر اتفقت إسرائيل، أمريكا، الحكومة السورية في باريس، كما أن الإدارة الذاتية عاشت مآسي عفرين وسريكاني، لذا كان بإمكانها الانسحاب دون إحداث دمار. إذا لم يكن بإمكانك اتخاذ قرار الانسحاب، فمن المفترض توسيع رقعة الصراع والاشتباكات لتشمل كافة أنحاء حلب أو مساندتهم، لكن هذا لم يحدث أيضا. أوعزت أوامر القتال حتى الموت إلى مجموعة من الناس هناك، وانكشف أنهم ومنذ عام 2012 لم يحفروا أنفاقا أو يشيدوا جبهات قتال ملائمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. بسبب ذلك تمت محاصرة الشعب، واضطر قادة أمثال الشهيد زياد حلب مسؤول مديرية آسايش حلب إلى التضحية بأرواحهم حتى آخر رمق. ما حدث في حلب كان على غرار أحداث الجزيرة، عندما أحرق الناس أحياء في الأنفاق تحت الأرض خلال حرب الخنادق. في كلا الحدثين كان حزب العمال الكردستاني باككا هو من أمر الناس بالمقاومة حتى الموت وعدم المغادرة. إن الادعاء القائل بأن مجلس شعب الشيخ مقصود اتخذ قرار المقاومة وتمسك بالبقاء ورفض خيار المغادرة غير صحيح وكذب، وكل من يعرف نظام روجافا كردستان يعلم جيدا أن القرارات تتخذ من الداخل، وأن المجلس لا يملك سوى صلاحية تنفيذها، وأن القرار صدر مباشرة من قبل رئاسة باككا المنحلة. نعم، حل باككا نفسه، لكن فكرة استثمار حياة الإنسان ومآسيه ومعاناته كأداة دعائية وبناء صرح واق له على أجساء أبناء الكرد وبناتهم لم تنتهي. خلال زيارة مظلوم عبدي إلى دمشق في 4 من كانون الجاري قيل له: إما أن تغادروا أو سنهاجم. ولما رأى مظلوم عبدي وأيقن أن الحرب ستسبب دمارا هائلا، اقترح إخلاء الحيين الكرديين وأن تتوجه قوى الأمن الآسيش نحو عفرين، لكن باككا رفض هذا الاقتراح قطعا. أرادت قيادة باككا المنحلة توجيه رسالة غير مباشرة إلى تركيا مفادها: نحن لم ننتهي، نحن ما زلنا قادرين على القتال. لهذا الهدف قرروا تبني المقاومة في الشيخ مقصود والأشرفية. فرض أعضاء وكوادر باككا تحت ما تسمى به تنسيقية حركة آبو هذا القرار على مظلوم عبدي وآخرين ممن أرادوا الانسحاب والإخلاء، أشخاص مثل باهوز أردال وآلدار خليل ومظفر آياتا جزء من هذه المنسقية. نتيجة لذلك لم يتمكن مظلوم عبدي ورفاقه من منع هذا القرار. كان باهوز أردال هو من أخذ زمام هذه المبادرة، بينما التزم مظلوم عبدي وأنصاره الصمت طوال المعارك والاشتباكات، والحصيلة دمار هائل. كما ضحى باككا مرة أخرى بالشعب في سبيل مخططاته الخبيثة والمظلمة. في وقت كانت عيون الكرد تذرف دما، نشرت ما تسمى بالمؤسسة الثقافية لباككا أغنية عن حلب بلا خجل. ما تحتاجه حلب ليست الأغاني والقصائد، بل محكمة شعبية ينبغي محاسبة الأشخاص والمؤسسات الذين يضعون الشعب الكردي أمام خياري الموت أو الدمار، ولا ثالث لهما. تلك القيادة هي وصمة عار وخزي في ضمير ووجدان الشعب الكردي.